بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم إيناس حسنين. كل سنة وانتم طيبين. بسكوت العيد الجميل الروعة، من غير مكنة، من غير زبدة، بالحاجات اللي موجودة عندك في البيت، مكوناتك العادية خالص. الدقيق موجود في كل بيت، السمنة موجودة في كل بيت. قمع بسيط جدا هيعمل لك الجمال ده بدون استخدام المكنة المزعجة. هحط لك المقادير المظبوطة تماما، هتطلعوا لك بسكوت روعة زي ما انتم شايفين كده، هش وجميل جدا. تابعوا الفيديو للآخر، فيديو بسيط وصغير وهيديكي الطريقة المظبوطة عشان تطلعي البسكويت الروعة الجميل التحفة اللي قدامنا ده. كل سنة وانتم طيبين. يلا بسرعة بسرعة ندخل مع بعض على المقادير والطريقة بالتفصيل بدون اي تعقيدات. هتعملي معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من النشا، وكوباية من السكر بودرة، كوباية من السمنة. دي نباتي على بلدي، او ممكن تعمليها نباتي بس. سمنة كريستال بطعم السمنة الفلاحي، عليها سمنة فلاحي يعني نص ونص، او زي ما انت عايزة ممكن تستخدمي اي سمنة انت تحبيها. انا بحب كريستال. هنا بيضتين، معايا فانيليا بريحة البرتقال، ومعايا ريحة البرتقال هحط منها نقطتين بس، ما تزوديش ابدا من ريحة البرتقال عشان ما يمررش معاكي. والفانيليا دي جميلة جدا بتديكي الريحة اهو، لا من غير بشر برتقال، من غير عصير برتقال، من غير اي حاجة خالص. هنعمل البسكوت. معانا كمان ربع كوباية من اللبن، ممكن تستبدليه بعصير البرتقال. ممكن بس يكون برتقان مسكر عشان ما يحدقش معاكي. البرتقان ممكن يكون برتقان سكري يكون افضل يعني، او لو هتستخدمي برتقان بلدي تاكدي ان هو مش حادق، مش هيديكي المزازه دي. وهي ريحه البرتقان تغني عموما مع الفانيليا. الفانيليا دي جميله قوي، ب2 جنيه، مش غاليه، بتديكي ريحه البرتقان الجميل جدا جدا من غير اي عصير برتقان. يبقى دي مقاديرنا معانا. يلا بسرعه نشوف هنعمل ايه. هنحط السمنة في بولة بس كبيرة، هنبتدي نضربها كويس قوي الأول بالمضرب أو بالمضرب اليدوي، مفيش مشكلة خالص. وبعدين ضفت السكر، بس المضرب اليدوي طبعا هياخد منك وقت أطول شوية، بس بيبقى نتيجته برضو جميلة جدا. أنا عملت كمية بسيطة، المقادير بسيطة، وقصدت أعملها بالمضرب عشان تبقى في متناول الناس كلها، مش عجان ولا حاجة. وكمية بسيطة خالص، وهتطلع معاكي عدد كبير، كمية حلوة من البسكوت من كوبايتين الدقيق. اهو بنضرب زي ما انتوا شايفين كده، وتلمي الجوانب كل شوية وتفضلي تضربي فيه لحد ما ينعم خالص معاكي زي ما انتوا شايفين كده. اهو ضفت بقى الدقيق والنشا، ما تضربيش طبعا بالمضرب بعد ما تضيفي الدقيق. اسباتيولا معاكي اهي. وهنضيف ربع كوباية اللبن، مش بياخد اكتر من كده ابدا، ما تحاوليش تضيفي اكتر من ربع كوباية لبن. المقادير دي مظبوطة جدا جدا جدا، هتطلع لك بسكويت ممتاز ومميز زي اللي شفتيه في اول فيديو بالظبط. انا بس بكمل الكمية بتاعتي اهو، كملت كمية اللبن. بس مجرد تقليبة بسيطة جدا جدا. شايفين العجينة معانا بقت جميلة ازاي؟ اهو في كيس بقى، شوفوا العجينة سلسة. كيس والقمع بتاع البسكويت اللي هو بيبقى مشرشر من ناحية واحدة زي ما انا وريتهولكوا كده، ناحية مشرشرة والناحية سادة. مفيش ابسط من كده خالص زي ما انتوا شايفين. عجينة سلسة جدا، شايفين الجمال؟ احلى بسكويت وباسهل طريقة. ممكن تفرشي بدل ورق الزبدة ده ورق كراسات عادي جدا،
بندخله على فرن على درجة حرارة 180، بيقعد حوالي ربع ساعة مش اكتر، بيبقى معاكي بالشكل الجميل المقرمش الروعة ده. سيبيه بس يهدى في الصواني وبعدين ترصيه. شايفين الجمال؟ بسكوتة مقرمشة وروعة روعة، هش وجميل من جوه، سهل جدا وكمية كبيرة اتعملت. 4 صيجان بيتعمل، 4 صيجان من ده، من كوبايتين الدقيق. شايفين الكمية ما شاء الله؟ دي مش كل الكمية طبعا، انا الولاد عندي بياكلوه سخن ما بلحقش اصور. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم. جربوه بالطريقة والمقادير المظبوطة دي، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.